وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المهندس ناجي سبت، مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري. أهلا ومرحبا بك معنا في هذه النشرة. هل بالإمكان أن توضح لنا ما هي القيمة المضافة التي تمثلها خدمة شراء الخرائط المساحية الإلكترونية لقطاع الأعمال والمستفيدين من خدمات الجهاز؟ في البداية حاب أشكركم على هذه الاستضافة، واليوم الحمد لله رب العالمين دشنا خدمة جدا مهمة ولها قيمة كبيرة وقيمة مضافة للمتعاملين والمستفيدين من هذه الخدمة. إذ تمكن هذه الخدمة الجهات اللي تعتمد على الخرائط المساحية من الحصول عليها بشكل إلكتروني ومباشر وسهل من المصدر الرسمي لهذه الخرائط، وهو جهاز المساحة والتسجيل العقاري. وبالتالي بإمكان الجهات المستفيدة متابعة طلباتها إلكترونيا دون الحاجة إلى مراجعة الجهاز. فالخرائط المساحية تعتبر من المتطلبات الأساسية للعديد من الأعمال الهندسية والعقارية، وبالتالي أي مستثمر ولا أي مطور عقاري أو مكتب هندسي إذا حصل على هذه الخرائط فبيساعده على إنجاز أعماله واتخاذ قراراته بشكل أكثر كفاءة، وهذا بينعكس بالطبع بشكل إيجابي على حركة التطوير العقاري وتنفيذ مختلف المشاريع. وأود الإشارة أن خدمة طلب شراء خرائط مساحية والاستعلام عنها تمثل إضافة جديدة من ضمن الخدمات الرقمية اللي يطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري لتطوير خدمات قطاع المساحة. ومثل ما لاحظتوا أن خلال الفترة الماضية دشنا أكثر من خدمة، دشنا خدمة طلب إعداد خريطة الوثيقة وخدمة طلب شهادات المسح والاستعلام عنهما. واليوم الحمد لله رب العالمين الخدمة اللي أطلقناها راح تكمل الصورة وتكمل المنظومة بشكل عام، وهاي كلها يأتي من ضمن رؤية متكاملة تهدف للتحول الإلكتروني لخدمات القطاع المساحي. نعم، أيضا ما هي أبرز المزايا التي توفرها خدمة شراء الخرائط المساحية الإلكترونية؟ نعم الآن يعني بالإمكان المستفيدين تقديم الطلب مثل ما ذكرنا والاستعلام عن حالته من خلال البوابة الوطنية bahrain.bh، وكل هذه يتم بطريقة إلكترونية، بالإضافة إلى خاصية استلام الإشعارات الخاصة بسير المعاملة، وراح يتم اختار طالب الخدمة بشكل إلكتروني فور جاهزيتها. والحمد لله رب العالمين استطعنا خلال تطوير هذه الخدمة من تقليص مدة إنجاز الطلب من 3 أيام إلى يوم عمل واحد، وكل هذا أصبح متاح بشكل فوري والإلكتروني. والحمد لله رب العالمين الخدمة كاملة أصبحت 100% إلكترونيا. وفي الختام نأكد أن جهاز المساحة والتسجيل العقاري مستمر في تطوير خدماته وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات الحكومية، وهذا طبعا راح يؤدي إلى تعزيز تجربة جميع المستفيدين ويدعم أهداف التحول الرقمي في مملكة البحرين. نعم، المهندس ناجي سبت، مدير عام المساحة بجهاز المساحة والتسجيل العقاري، شكرا جزيلا لك.